وصلت سيوة عشان أحضر فرح سيوي أصيل. رايح فين؟ رايح فين؟ يلا بينا تعالوا نفطروا. مصر بلد كل خطوة فيها وراها تاريخ وأصول من شمالها لجنوبها. كل محافظة ليها روحها وطريقتها الخاصة في الفرح، مش بس في اللبس أو التحضيرات، وإزاي بيعبروا عن فرحتهم بطريقتهم الأصيلة. حكاية الصراحة. لا حكاية صراحة. ده حتى شكل الاحتفال نفسه مختلف. 33 اللي بيستمر الأيام. وفي أول حلقة من سلسلتنا الجديدة في أفراح مصر هنلف من بلد لبلد ونكتشف إزاي المصريين بيعبروا عن فرحتهم بطريقتهم الأصيلة اللي ملهاش زي. فرح النهاردة سيوي أصيل. تعالوا نشوفوا مع بعض عادات وتقاليد أهل سيوة. سيوة العزيزة بلدتي. إن المفروض امبارح كانت دخلة، يعني المفروض كده في أي مكان المفروض الفرح بيخلص، لا هنا في سيوة يوم الصباحية يعتبر الفرح لسه بيبدأ، يعني بعد ما العريس بيدخل يعتبر يوم الصباحية الفرح لسه بيبدأ هنا. الناس بتيجي والصوان بيفضل زي ما هو، والناس بتيجي تبارك للعريس، وبيبقى اليوم بتاع الأكل والناس بتقعد فيه تتغدى. الحمد لله والصلاة على رسول الله. احنا عندنا في سيوة عادات وتقاليد فبنمشي عليها، فبيتم اختيار العروسة للشاب. بتروح الأم أو واحدة كبيرة من أهل البيت بتروح لبنت هي عارفة أهلها، فبتروح بتشوف البنت الأول. ده الكلام ده قبل ما يشوفها العريس أو الشاب يعني. فهي بتكلم يعني بتروح لهم على اساس ان هي مش طالبه لسه، هي بتشوف الاخلاق الاول وبتشوف التعاملات بتاعتها في البيت، وبيئه البيت كلها بتشوفها. بعد ما بتعجب الاخلاق بتعجب سمعتها، بتروح مكلماهم ان ممكن نطلبها لابني او لكذا سيان من الناس. لا في سيوة ما فيش الكلام ده، هو ما بيشوفهاش قبل الخطوبه. هو يعني ممكن بعد ما بيتفقوا الوالد والوالده، لو قرايب يعني، لو قرايب بعد ما بيتفقوا الوالد والوالده ممكن يشوفها، انما قبل الخطوبه ما فيش حد بيشوفها. الافراح السويه في اصول وعادات ما بتتخطاش. لما بيكون في عزا جنب الفرح اهل الفرح بيتحكموا شويه في الفرح، ما بيبقاش فيه الزيادات اللي احنا عارفينها. بالنسبة لو في أي مأتم أو أي حالة وفاة حصلت بنوقف الفرح، خلاص الموضوع انتهى. يعني احنا نوينا على الفرح، قلنا بقى دعينا الناس على السنة يبقى خميس وجمعة زي ما الأخ يوسف قال لك أخو العريس، موضوع الذبح وكذا يعني، وجمعة بيبقى غدا. لما سمعنا بحالة الوفاة وقفنا الفرح خالص، فهم طبعا عارفين ان احنا ناويين للفرح يوم الخميس والجمعة. بعد ما دفنا الميت الخميس بعد العصر تقريبا، فطلعنا وقفنا الفرح تماما خلاص لقيناه. هم عرفوا بكده ان احنا لقينا الفرح عشانهم، وده الاصول وده العرف. احنا السويين كلهم ماشيين على هذا النظام يعني، تمام. عشان كده يبقى في بيننا محبة كده وتآلف. لازم اخوك المسلم ما يبقاش هو غضبان وزعلان وعنده حالة وفاة وانت عامل ليه جاره كده، عامل عرس وفرحه وكذا يعني. فهو بقى ايه بيأذن لك، يقول لك كتر الف خيرك متشكرين، خلاص احنا فرحنا والمأتم بتاعنا يعني كلنا واحد يعني. فيلا توكلوا على الله. خدت بالك احنا ما نوقفش عرسكم، خدت بالك المأتم بتاعنا والعرس بتاعنا، خدت بالك. فأذنوا لنا بقى. لما أذنوا بقى لازم بقى احنا بقى ايه، ما ينفعش ان احنا هنعمل كل حاجه في الايه في الحفله الدينيه ديت. دلوقتي يا جماعه طريقنا للطباخ عشان اوريكم الاجواء. ما شاء الله. شفنا الغالي، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، تسلم ايدك. ما شاء الله.
ده الرز الشائع هنا في سيوه. ايوه هو ده الرز، في رز احمر وفي رز ابيض وفي رز زيت. بس الاصفر هنا هو الاساسي. هو ده الاساسي يعني. حسب الطلب، اصفر او احمر حسب الطلب. الشيء بتاع الفرح هو ده اللي احنا طبعا بنعمله، عاوز اصفر عاوز احمر عاوز ايه. الاكلات المشهوره بقى في الافراح هنا في سيوه. الافراح زي كل ما رز وطبيخ وشوربه وسلطه، وحسب في ناس بتعمل محشي وممبار وحاجات من دي يعني. في رز بالمكسرات وفي رز ساده وفي رز بالشعريه، في اللي انت عاوزه. سر طعم الاكل السوي بقى يعني، السر بتاع الاكل السوي بالذات. لا ده له طعم خاص، ده له مذاق خاص جدا يعني. ايه كل حاجه من سيوه يعني، حتى اللحمه من تربيه سيوه ومواشي سيوه يعني. كل حاجه لها حاجه خاصه جدا يعني. يوم ممتع جدا جدا، تحس ان هو يوم عيد، الاجواء عالميه. انا في طريق دلوقتي المكان رايح يعني هلبس فيه اللبس السيوي، عشان طبعا انا موجود فرح سيوي فلازم اللبس السيوي. بس مظبوطه. ايه الحلاوه دي؟ دي مظبوطه ولا ايه؟ لا ده 10 على 10، دي هتاكل منك حته يا راجل. شيء صحيح. كلها بس انا وانا لابسها حاسس انها مظبوطه. لا حكايه الصراحه. الصلاة عليا. لا حكايه الصراحه والله. يو اسمعوا بالك من هنا، اسمعوا بالك من هنا. الصحبانه كلنا. ها يلا احمر مع حاط. هذا يضرب يطقعنون لو يمثلن. تستدري خلاص تستدري. ماشي. يا سلام يا سلام. الله بيت سيوي. ما شاء الله. الرحال السيوي. ما شاء الله. عبدين الرحال. الف مبروك يا باشا. ما شاء الله. هلا بالغواني. يا مراحب. تزرع يا مراحب. تقعد 6 خضار. انت لابس زي ليه؟ كل كويس ها؟ نفس الجلابيه؟ نفس الجلابيه. طب فين الجاكيت؟ لسه ما اتجوزش. مميز على فكره. يوم الفرح مميز. لا اللون ده مميز. لازم تكون مميز. مميز. انا بالغوالي. ايك الرحال بيقول عائله عطيوه الف الف مبروك وربنا يتمم عليكم بخير. احنا دلوقتي في مكان اسمه المربوعه. المربوعه دي متواجده في كل بيت في سيوه، بتبقى غرفه منعزله عن البيت وبتبقى للضيوف. فهنفطر هنا ونخلص، وبعد ما نخلص هنروح للصوان بتاع العريس اللي هو على بعد المكان اللي انا فيه حوالي 100 متر. طبق فول على عسل على بسكويت على جبنه على حاجه اسمها ناكناف، لحم وكبده بالزيت. ده لحم وكبده بالزيت. طقوس حاجه اساسيه عندنا في سيوه. ده ما اسمه ناكناف. بيتحط في فطار الصباح الاساسي. وده فطار عندنا، فطار بتاع فطار اول يوم الفرح تمام، بيكون لازم طبق لحم على كبده بالزيت. ده اساسي. ده اسمه نكناف. نكناف ده لغه امازيغيه ولا امازيغي؟ امازيغي. نكناف. في العيد كمان اول يوم لازم. في اول يوم العيد بيكون زي ده برضه. وفي العيد برضه اول يوم لازم. ما شاء الله. وجبنه فول بسكويت. ده بسكويت بيتي. بيتعمل في الافراح برضه. بالافراح عسل على طحينه. عسل بطحينه. والخبز السيوي غير خبز الافران العاديه. ده الفرن المخصوص. ده في البيوت في البيوت بيتخبز. بس ما تلاقوش في الفرن هنا. يحشكني انا قاعد ناكل منه. ابويا هذا ما في بالي اني اخترت نداش بوصلوا له. يا عمي بات اخر قدوق ما بات هذا مره بعد هاشم ما لا بس مش خاشم ما عاد. منو فيه؟ ايه رايك فيه؟ اللي قبلت الندان طعمه جامد، وتحس ان اللحمه مع الكبده عاملين شويتين مع بعض. ايوه مظبوط. ده الطبق الاساسي يا جماعه بالهنا والشفا في افراح سيوه وفي الاعياد. مظبوط. يعني في العيد اول يوم العيد الصبح اساسي هتلاقي الطبق ده. يعني الديكور يعني. تفضلوا معنا هناك. بنحس كلنا مبسوطين، سعاده غير لا توصف. تمام. كلنا هي صافيه، لبه بيضه، مبسوطين، بنحب بعض. القرايب كلهم بيبقوا موجودين. حتى الناس الغريبه بتبقى مبسوطه، اي مناسبه اي حاجه. مع بعض. طب يوم الصباحيه ده
ده لازم اساسي الناس تكون تيجي تبارك. طبعا ده يوم اساسي في الفرح. لازم الناس كلها تحضر. انا حسيت ان الفرح مع ان المفروض الفرح خلص، انا حسيت ان الفرح لسه يبدا. احنا عندنا لسه بيبدا. لسه بيبدا في الصباحيه. ده مش موجود في اي مكان. لا مش موجود في العالم. في العالم مش موجود. لسه بعد الظهر في وجبه الغداء تشوفوا الناس على اصولها بقى. ما شاء الله. دي استثناء في سيوه بس. ما شاء الله. في سيوه العريس بيطلع في الصباحيه الصبح حوالي الساعه 10 الصبح. الساعه 10 الصبح. الناس كلها بتيجي بقى بتبارك له والناس كلها مبسوطه. نتكلم كلمتين سيوي. صار هيو فطر مدنا ناكناف قي سيوان قعرس نعلي نعطيوه. يعني يلا تعالى تفطروا معانا في الفرح علي عطيوه ناكناف. عشان اقول لهم يلا تعالوا افطروا معانا، اقول لهم ايه بالسيوي؟ هيو افطار بالامازيغي مش بالسيوي. هي دي امازيغ وسيوي. هي اسمها ايه؟ هيو يعني يلا نافطار. هي فطار. تمام. يا فطر مددنا معانا مع بعض. تمام. نقعد في السفرة، نقعد في الصينية نفطر مع بعض. هيو نافطار ما تغربي. كده خلصنا وهنطلع نروح الصوان بتاع العريس. ايوه ماشي يلا بينا. عثمان يا جماعة أخو العريس، ألف مبروك. عائلة عطيوة وربنا يتمم عليكم خير يا رب. امين يا رب. امين. نعقب عليكم كده وعقب الاولاد ان شاء الله ونشوفكم في الافراح دائما ان شاء الله باذن الله. ربنا يتمم عليكم خير. الفرح السيوي بيستمر حوالي 3 أيام، كل يوم ليه طقوسه الخاصة اللي هنعرفها من أهالي سيوة. اول يوم بيروحوا يجيبوا الخشب من المزرعه طبعا علشان يعملوا ايه، يحطبوه. تمام. يبداوا يحطبوه قدام بيت العريس ويجهزوه علشان يبداوا يطبخوا بيه. تمام. ده اللي بيبقى دي عاده اساسيه موجوده هنا في سيوه ولازم تتعمل علشان دي اساسيات العادات والتقاليد السيويه. طبعا احنا خلصنا اول يوم. تاني يوم بقى الكواليس بقى بتاعت تاني يوم ايه؟ طبعا تاني يوم بيكون فيه العريس. تمام. بيطلع تقريبا كده من بعد صلاه العشاء مباشره، بيطلع من صلاه العشاء بيجي لمنطقه الشادر او بيت العرب اللي احنا موجودين فيه. بيقوموا فيه حفله دينيه او امسيه دينيه فيها مسابقات وفيها دعايه وفيها حاجات كتيره. تمام. وهدايا بتاعتك وكل حاجه. بعد كده بعد ما يخلص ده كله تمام بيروح بقى الزفه. العريس يروح يجيب بقى العروسه من بيتهم. تمام. وبقى يزفوه. بالاغلب بيلفوا في مكان اسمه السوق، الصينيه في السوق. تمام. بيلفوا كلهم ايه بالعروسه وبالزفه بتاعتنا. يبقى كده خلصنا اليوم اللي بعده. تمام. وبقى يصحى الصبح بقى بعديها تقريبا الساعه 10 9 ولا 10 عشان الناس كل اهالي سيوه بيقولوا يباركوا له. طبعا زي ما انت شايف بعد ما انت جيت النهارده الصبح وباركت اكيد للعريس. تمام. النهارده طبعا يا جماعه الجمعه هنروح نصلي، وبعد ما نخلص الصلاه الناس بترجع للخيمه تاني وبيكون الاكل جاهز على الغداء بتتحط والناس بتقعد تتغدى مع بعض. جمع قريب؟ جمع قريب مننا على طول. كيف الحال؟ جاي الفرح؟ ايوه. ماشي. طب مش هتصلوا؟ يلا. طبعا طريقنا للجامع نخلص صلاة ونشوف ايه باقي الاجواء. وصلنا لمرحلة الغداء، باركنا للعريس وسلمنا عليه ونتغدى دلوقتي. وانا هضطر اقول لكم ايه سلامات، بس ما تروحوش بعيد، يعني هنا التفاصيل والاجواء عالميه. لما انت تقول انا هشوفه ده احمر، انا من فتره قريبه كان بيجي لي برادين دايما يكون في مطروح او سيوه، فانا كنت بحسب البرادين نوع شاي واحد، فاللي انا عرفته ان بيجي لك شاي احمر وشاي اخضر. بص يا جماعه هتحسوا ان في اختلاف في اللون. الشاي الاخضر له فوائد كتيره اصلا. بعد الغداء نشرب الشاي الاخضر. ليه؟ الاخضر عشان ينزل لك اصلا نسبه الدهون.
لبس السيوي بيتكون سروال، الجلابية، السديري أو الطقم الملف. بيختلف السعر من خامة لخامة. طبعا بيبدأ بأسعار زي ما بتقول كده اللي هو الكمبيوتر من 4000 ونص. طبعا اليدوي بيعدي ال 15 17000. ده أقل حاجة ممكن بتكون عندنا. القعده اللي بعد العصر اللي العريس بيقعدها هو واصحابه يضحكوا ويهزروا، ان ده بديل. يقول لك بدل ما العريس ياخد اصحابه بالعربيات ويعملوا حركات بالعربيات ويبقى خطوره على العريس، او يسهروا بره، بدل ده كله يجوا يقعدوا هنا بعد العصر قعده بسيطه جميله بيبقى فيها ضحك وهزار ومسابقات. الحمد لله رب الفلق، خلق آدم من تراب فنطق، وإبراهيم في وسط النار لم يحترق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. طبعا هذه الأحاسيس لا بد أن تكون في مجتمع مثل هذا الجمع الحافل. نورتم. عبدالله 3 ابراهيم 1 ماشي ماشي ها؟ ربي كم يصير الواحد على طول. وي العشرة حسب امثالها. ريح ما نبعد عنه. ابراهيم 1 نخسر سواق ايوه. نظهر الأخوة والألفة التي بيننا. طبعا هذه الأحاسيس لا بد أن تكون في مجتمع مثل هذا الجمع الحافل. نورتم. وبكده وصلنا لنهايه الفرح. بصراحه انا اتفاجئت من الموده والمحبه والاخوه اللي بين الناس، حاجه طالعه من القلب على طبيعتها. يعني في عادات وتقاليد افتقدناها، انا اتفاجئت انها لسه موجوده عند اهل سيوة. اتمنى ان العادات والتقاليد دي تكون موجوده في كل مكان في مصر. كده ده يكون اول فيديو في سلسله افراح مصر، وباذن الله نجرب افراح صعيديه وافراح فلاحي وافراح نوبيه. وان شاء الله لو عندكم اي اقتراحات اكتبوا لي في الكومنتات، واقدر اقول لكم دلوقتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيوى العزيزة بلدتي وهي المقر لأسرتي، يا حسنها من جنتي فيها تتم سعادتي.